بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض محشي الكرنب أو الضلمة أو الملفوف زي ما بيسموه في بعض الدول الأخرى. هنعمله ازاي؟ فيه تكات كتير وأسرار كتير وتفاصيل كتير هنعرفها مع بعض، بس تابعوا معايا الفيديو للآخر. هعمله على طريقة والدتي الله يرحمها، والطريقة المصرية، بس فيه تفاصيل وأسرار وتكات كده كانت والدتي الله يرحمها بتعملها، فهنعمله مع بعض وهنعرفها ايه هي. بس تابعوا معانا الفيديو للآخر لأن فيه تفاصيل كتير. سلقنا الكرنب ازاي وعملنا التسبيكة ازاي، كل ده هنعرفه مع بعض، كل الخطوات من اول المحشي لاخره، ازاي يطلع مفلفل معايا ومش معجن وما يفكش. ان شاء الله هنعرف كل ده مع بعض. بداية زي ما تعودنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا كمية من الطماطم والبصل، طبعا الطماطم تكون حمرة قدر المستطاع، وكمية من البصل حلوة، المحشي بيحب البصل كتير، طبعا على حسب كمية المحشي اللي انتي هتعمليها او الكرنب. انا حطيت هنا 5 بصلات كبار، فرمتهم وحطيتهم بياخدوا في سمن او سمن على زيت، او زيت بس، لان احنا هنحط سمن بلدي هنستخدمه في الخطوات اللي جايه. حطيت بقى، خدت البصلة اخدت اللون بتاعها الذهبي الطبيعي جدا، وحطيت عصير الطماطم بتاعتنا، حطيت البهارات عبارة عن معلقة من فلفل وكمون وكزبرة ناشفة وملح، وطبعا برضو كميات البهارات حسب كمية الصلصة أو التسبيكة اللي انتي هتعمليها. غطيته وسبته بقى يتسبك علشان أبدأ في سلق الكرنب يكون التسبيكة اتعملت. لو أنا بشتغل في نفس اليوم أو بشتغلهم مع بعض لازم أستغل الوقت كله علشان أستفيد بيه. حطيت حلة هنا بقى على النار فيها نصها، حوالي نصها مية مغلية، وحطيت فيها معلقتين كبار ملح. طبعا انا ما بحبش احط كمون او ما بفضلش، ما تعودتش وما بفضلوش، يعني اللي يحب يحط كمون في ميه السلق مفيش مشكله. جبنا الكرنبه وقورناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، شلنا الراس بتاعتها عشان تبقى سهله معايا وانا بفككها في الميه. هحطها على الجزء اللي انا شلته منه الراس ده، تغلي كده غلوتين او 3 غلوات، يعني حوالي دقيقتين تقريبا، وعلى حسب برضو نوع الكرنب يعني علشان ما تتهريش مني. وبقلبها وابتدي اسحب بقى بالمعلقة او بالمساك، واعرف ازاي ان هو استوى. هو لونه بيتغير وشكله بيتغير، وكمان بشوفه بصوابعي كده او ما بين صوابعي، حسيت انه خلاص كده استوى بطلعه. ببتدي بقى اسحب من كل ناحية، يعني داير داير كده علشان يتفك معايا بسهولة، وعشان تكون اللي على الوش اخدت غلوتين واتسلقت. ما بين كل ورقة ورقة بسيب غلوتين واسحب غلوتين واسحب تكون اتسلقت. طب انا شفت واحدة دلوقتي لقيتها ما اتسلقتش لسه، بحطها تاني في المية تاخد غلوتين واطلعها برضو. افضل كده لحد الاخر بيطلع معايا بسهولة. طب لو انا مبتدئة ومش هعرف اعمل الخطوة دي، افكك الكرنبة الاول خالص قبل السلق، واحط ورقة ورقتين بورقتين، او مجموعة ورق بمجموعة ورق، او ورقة بورقة على حسب ما انا عايزة. طبعا انا بكون غاسلة الكرنبة قبل ما اسلقها كمان. بوريكم هنا لحد اخر خطوة. بطلع الورق بسهولة. خلصت بقى وباجي على تقطيع الورق. طبعا كذا طريقة للتقطيع، ممكن اقطعه زي ما انا بعمل كده. قطعته، شلت العرق دوت، وبعد كده بجيب الورقة ألمها كده على ايدي، ألفها كده، وبعدين اروح اقطعها بقى حسب حجمها، ممكن على مرتين، على قطعتين، او على 3 حسب حجم الورق معايا لو كبير او صغير. وبفككها وبقطعها برضو المقاس اللي انا عايزاه، عايزة المحشي بقى صباع كبير صغير متوسط حسب الرغبة. انا بفضله متوسط، يعني مايل للصغر يعني. قطعته بالشكل ده. طبعا بقطعه بقدر الامكان بشكل متساوي علشان استفيد، اخلي الورق كله او الصوابع كلها قد بعض قدر المستطاع. طيب انا ممكن اعمله بشكل تاني، في ناس ممكن تقطعه على القرمة نفسها، يعني انا بشيل برضو كده الراس او العرق ده والفها كده الورقة رول كده، واقطعها زي ما انتوا شفتوا كده، برضو هتديني نفس النتيجة. يعني الاسهل ليكي اعمليه مفيش مشكلة، المهم النتيجة في الآخر تطلع حلوة معاكي. أو أجيب مجموعة من الورق كده الاختصار، بس ده للناس بقى يمكن المتمكنة أو اللي متعودة، أحط ورقتين 3 4، أو لو أنا جديدة برضو أحط ورقة واحدة أو 2 حسب مقدرتي، وأشيل وأحطهم على بعض كده متساويين، وأشيل برضو العروق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما أنا بقطعها كده بالسكينة.
وبعدين بلم الورق على بعض بسويه بقدر المستطاع واشيله واعمله برضو رول واقطعه اشيله، بس اشيل الزيادات بقى المشرشرة دي بالسكينة علشان الورق يطلع معايا متساوي، التقطيع يطلع معايا متساوي. طبعا الورق اللي بشيله ده مش هرميه، في ناس على فكرة بتعمل العروق مخلل او الورق الزيادة ده بتعمله مخلل، تحط عليه شطة مجروشة كده وملح، بيبقى جميل جدا. او ممكن نستعمله زي هقولكوا في ايه تاني، ممكن اقطع بالشكل ده برضو، بفرد الرول كده واحطه واقطعه بالسكينة على القرمة او على القطاعة. انا بكرر الخطوة اكتر من مرة علشان الجداد يستفيدوا ويشوفوا الموضوع بالتفصيل. الصلصة هنا كانت اتسبكت معايا خلاص على ما انا خلصت. مهم جدا استفيد بالوقت بتاعي علشان انجز، يعني اكون بعمل بسلق الكرنب بكون حاطه الاول الصلصه لو هشتغل في نفس اليوم او حتى لو هشتغلهم بكره، يعني اكون مجهزاهم كده. الصلصه بتاعتي شايفين لو تلاحظوا انا ما حطيتش على الصلصه شطه يعني اللي هو الفلفل الاحمر، ولا حطيت عليها معجون صلصه لان هي كانت حمرا مش محتاجه، فطالما مش محتاجه خلاص. يعني معايا بقى اول سر او اول تكه، ده بصله اللي هي بنسميها بصله مرتة او البصله اللي معموله بالتوابل، فلفل وكمون وكزبره ناشفه، نفس التوابل اللي حطيتها وملح على التسبيكه. بعملها كاني هحشي الفراخ المشويه، عارفين، او الفراخ اللي بنسلقها بالظبط كده. بحطها بقى على المحشي على الرز بتاع خلطه المحشي. طبعا دي برضو تكه من تكاتنا او من تكات والدتي وبس، ممكن يكون في ناس تانية برضو بتعملها يعني في المحشي عندها. حطيت بقى الرز على النار، غسلت الرز مصري عادي، غسلته وصفيته ما نقعتوش وحطيته في حلة، واحط عليه معلقتين زيت او معلقة سمن بلدي، واحط عليه الصلصة واقلبه كده تقلبتين على النار علشان يمتص السوائل اللي بتبقى زايدة وما يضايقنيش وانا بحشي. وبس في الخطوة بتاعة النار دي هي اختيار، يعني انا ساعات كتير ما بعملهاش برضو، لكن لو هعملها ما بحطش اي مكونات تاني غير لما بعد ما انزلها من على النار. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الخضرة وحطيت البصل بعد ما نزلته من على النار. التكة التانية بقى وهي الكريمة اللباني. اجيب علبة كريمة لباني، اخد برضو منها حسب كمية المحشي اللي انا هعمله. انا اخدت تقريبا نصها، بس اهم حاجة تكون طالعة من التلاجة متماسكة ما تبقاش سايلة. هحطها على المحشي واقلبه، هتدي المحشي طعم رائع جدا، جربوها. طب لو ما عنديش، وهقلبها على البارد، ما بحطش بقى على الحاجات على النار خلاص. لو ما عنديش الكريمة اللباني، طبعا انا بقلبها بايدي المفروض لان انا بس علشان التصوير حطيت الحاجة في وعاء واسع وبقلب كل الخلطة على بعضها. ما عنديش طب كريمة لباني يبقى زبدة، ولو عندي زبدة خلاص هستغنى عن الكريمة اللباني. حطيت هنا رشة زيت برضو على المحشي على الخلطة. الخلطة كده عندي جاهزة. ابتديت بقى اجيب الورق بتاعي اللي انا جهزته وحلة فيها بصل مقطعه حلقات كده زي ما انتوا شايفين، ومتبلاه برضو بالبهارات، الفلفل، كمون، كزبرة ناشفة، شوية ملح عشان تديله طعم. وكمان حطيت ورق بقى اللي احنا استهلكناه واحنا بنقطع والزيادات، والورق الاخضر لو فيه، وممكن تحطي عروق الخضرة اللي احنا استخدمناها. بند الحشو هنا بقى هيختلف، كل واحد بيحشي بطريقة حسب ارتياحه. في حد بيحشي على القرمة كده او على طبق ولا صينية ويلف المحشي ويطلع معاه ممتاز. انا بصراحة الطريقة دي متعودتش عليها وببقى بطيئة جدا لو عملتها، فانا متعودة على اني احط المحشي على ايدي كده الورقة واحط فيها الرز والفها. طبعا انا لما هكون هعمل كميات مش هقعد احط كده بالمعلقه حبه حبه، انا بس ايه علشان التصوير، لكن علشان انجز الحقيقه بحط الورق بقى على ايدي واخد الرز بايدي واعمل واضغط. وانا بلف المحشي كده الصباع اضغط عليه جامد وانضفه كويس جدا من الرز من بره علشان ما يبقى في الحله ما يلزقش في بعض. طبعا بتضغطي بصباعينك الكبار كده وبصوابعك السبابة، بتضغطي وانتي بتلفي علشان الصباع يبقى جامد. انا اتذكر ان ماما الله يرحمها واحنا بنحشي معاها كانت تقول انا عايزة الصباع اخبطه في الحيطة يرجع تاني سليم، او يسافر ويروح مشوار ويرجع لي ما تفكش تاني بعد ما اتحشى. ف دي طريقة حشو المحشي. كل واحد طبعا يحشي بالطريقة السهلة له والأسرع له واللي متعود عليها. جبت الحلة بقى ورصيت، طبعا رصي برضو بالطريقة اللي تريحك، داير او
صفوف كده جنب بعضه زي ما انت شايفة، اي حاجة، لان في النهاية احنا هنقلبه مش هنقدمه زي ما هو، لكن برضو يبقى شكله جميل. حطيته كده خلاص، خلصت. في خطوة هنا برضو تاني الحقيقة برضو مفيدة. بحطه على البوتاجاز حوالي دقيقة أو دقيقتين كده، بس الحلة تدفى، يعني الحلة تسخن قبل ما أحط الشوربة. ودي كانت قالتها لي على واحدة صاحبتي، ربنا يبارك فيها. الحقيقة برضو تساعد على إن المحشي يستوي بسرعة وما يتحرقش منك يعني. آه أنا حطيت هنا طبق، بس تتأكدي إن الطبق كمان ما بيتكسرش. وحطيت بقى الشوربة المغلية. نحاول نحط الشوربة، وكل ما احط احرك الحلة كده او اخبطها في الارض خبطتين، لان الشوربة ما تكونش لسه نزلت تحت. هتلاقيها بعد ما حطيتي وكان على الوش كده الشوربة قلت خالص، زي ما انتوا شايفين كده التحريكة دي. الشوربة تبقى اقل من، يعني تبقى مش باينة، او تبقى اخر صف، ما تطلعش عند اخر صف. طبعا بحركها وبعمل المحشي اراعي انه يبقى اقل من حافة الحلة بشوية علشان هو بيزيد. وكمان ما نحطش رز كتير في الورق واحنا بنحشي علشان استطعم بالورق نفسه مع الرز. طبعا بقى بعد ما يغلي حبة كده والاقيه بقى ابتدى شكله يزيد في الحلة، ببتدي اهدي النار واسيبه، كل شوية اروح اخد صباع واشوفه استوى ولا لا. يا ريت ما نكترش شوربة في البداية، حتى لو انا متأكدة ان هو ممكن يحتاج تاني. اخليه بقى لما يدخل على السوا كده اشوف، لو احتاج ازود كبشة بكبشة. انما ما ازودش من البداية ويعجن مني، ما هيبقى لهاش كده علاج. انا كده عملت ايه، خلاص هو استوى. كشفت عليه لقيته استوى. طفيت وجبت سمن على زيت اللي انتوا شفتوه ده. انا كنت محمره فيه الفراخ. لو انت عامله فراخ ويا حبذا بقى لو بط او وز بتبقى حاجه خرافه يعني. طبعا لو انت عامله فراخ او اي حاجه او لحمه محمراها، بتاخدي السمن على الزيت اللي انت حمرتي فيه، سمن بلدي على زيت، وبتقدحيه على وش المحشي. ودي الخطوه او التكه اللي مش عارفه رقم كام دلوقتي او سر من اسرار حلاوه المحشي بتاعت والدتي. هتقدحي على وش المحشي وتسيبيه بقى كده، وتغطي عليه او تسيبيه لما يتشرب السمنة دي. وبعد كده بتجيبيه وتقلبيه بقى على صينية. انا كنت اقلبه على طبق لقيته هيبقى صغير. برضو قبل ما تقلبي الحلة بتحركيها كده او تخبطيها في الارض خبطتين علشان تحركي المحشي، ولما تقلبيه تقلب معاكي كله بسهولة. قلبته بقى انا على الصينية. بتخبطي طبعا عليها برضو على الحلة كده علشان تنزل كل اللي فيها. وكان شكله الروعة الجميل ده، مش متفكك ولا متبهدل، والصباع بصباعه ما شاء الله، وشكله جميل جدا، ولا فك ولا اي حاجة ولا معجن ولا اي حاجة، ما شاء الله يعني. كان جميل جدا. ابتدي بقى لو انا هقدمه كده زي ما هو وناخد ونغرف منه، او هناكله زي ما الناس كانت متعودة مع بعض، او هقدم لضيوف اطلعه بقى وارصه بشكل اللي يعجبني او الشكل اللي انا حباه يعني. هنا انا بوريكم، شوفوا الصباع حتى صغير، يعني مش محتاج يتقطع يعني هو يتحط كده في البق على طول بحاله. شايفين الرز جواه، الرز مش مليان بالرز، وده مهم جدا. انا عايزه استطعم بالمحشي كورق ورز مع بعض، مش اكل احس ان انا باكل رز بس. الرز استوى بشكل حلو جواه، ومش معجن ومش مليان ومسحوم بيه. وما شاء الله يعني المحشي سخن جدا. انا يعني تلاحظوا ماسكاه بصعوبة، مش قادرة اتحكم في الصباع لانه كان سخن لسه جدا. شايفين شكله، وفعلا طعمه اكتر من يعني رائع يعني فعلا. والصلصة لونه الجميل ما شاء الله، وما فكش. بالنسبة لبند الخضرة شبت وكزبرة وبقدونس، بس بنفضل الشبت والكزبرة أكتر من البقدونس. الكزبرة بتدي طعم جميل قوي للمحشي وريحة مميزة وطعم مميز، لكن بنقلل البقدونس وبنعمله عادي بعروقه. ممكن بس نسوي طراطيفه كده اللي بناخدها ممكن نحطها في قاع الحلة واحنا بنحشي. أنا هنا بوريكم قاع الحلة والصف الأول من المحشي. صوابع ما شاء الله مش محروقة، طالعة جميلة جدا، وبرضو طعمها جميل. طبعا في ناس بتحب او بنحب كلنا تقريبا او معظمنا اللي هو المحشي الصف الاول ده، لما بيبقى واخد لسعة كده حلوة بيبقى طعمه مميز، يعني بتبقى مزاج عند بعض الناس. طبعا بالنسبة للخضرة المحشي بيحب خضرة كتير، بيحب بصل كتير.
في ناس هتقولي كده المحشي دسم قوي وسمنة قدحتيه في الاخر وزبدة وقشطة، حطيتي يا زبدة يا قشطة، طبعا مش كلهم مع بعض، او كريمة لباني. برضو انا اعتقد ان انا حطيت معلقة سمنة بلدي بس ما جاتش في التصوير. لو ما عنديش زبدة ولا قشطة ولا كريمة لباني بحط معلقتين 3 سمنة بلدي، على حسب كمية الرز اللي انا عاملاه او الخلطة. لكن ممكن احط معلقتين السمنة البلدي دول برضو مع الزبدة او القشطة. وبالنسبة لانه هو هيبقى دسم، فهو المحشي من الاكلات اللي بنعملها يعني على فترات متباعدة، فلازم ياخد حقه في المكونات، وهو المحشي بيحب الدسامة، يعني لو ما كانش دسم فعلا مش هيبقى معمول صح. فناكله بقى بما ان بناكله مرة كل فترة يعني، فناكله بقى مظبوط، يبقى ناكله بمزاج يعني، وصحة وعافية ان شاء الله. من التكات بتاعت والدتي الله يرحمها، كانت بتجيب قطعة قشطة حلوة كده كبيرة تحطها على خلطة المحشي وتقلبها كده بإيدها فيها على البارد، يعني بعد ما تحط الخضرة والبصل وكده تحط بقى قطعة القشطة دي، بصراحة بتخلي المحشي طعم رهيب. أو كانت بتحط الزبدة أو السمنة البلدي، وكله كده قبل الحشو مباشرة على الخلطة. التكات دي فعلا بتخلي المحشي طعمه متميز. ممكن طبعا لو اتبقى منك ورق بتشيليه في الفريزر وتعمليه في مرة تانية، او تجيبي كمية يعني وتشيلي جزء في الفريزر، بس ما تسلقوهوش نفس درجة اللي هيطبخ في نفس اليوم. كمان ما بفضلش احط اي منكهات بقى زي القرفة او النعناع او قرنفل او اي حاجة، وما بفضلش احط توم برضو. الحقيقة المنكهات دي بتغير طعم المحشي او بتبعده شوية عن طعمه الاصلي. في اكلات ما بتحبش اضافة اي منكهات، يعني بتحب هي توابلها الطبيعية يعني، بس اللي يحب يضيف اي حاجة دي حسب رغبتكم. يا رب اكون قلت كل حاجة بالتفصيل، ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم سنس فود، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، في امان الله.